فجأة وهي شغالة في النبطشية بتاعتها وبتتابع الحالات اللي بتشرف عليها في المستشفى، دخلوا عليها بوالدتها وهي عندها أزمة قلبية شديدة، ومفيش 5 دقايق وفرقت أمها الحياة. وكانت المفاجأة الكبيرة إن الدكتورة عائشة رفضت إنها تسيب الوردية بتاعتها في المستشفى وكملت عادي لحد ما خلصت شغلها مع الحالات الحرجة اللي تحت إيديها. ولما سألوها إزاي تسيبي أمك اللي فرقت الحياة وتكملي شغلك عادي كده، فردت عليهم رد خلى الكل في ذهول. فتعالوا معايا أعرفكم كان إيه رد الدكتورة عائشة اللي تسببت في جدل كبير على السوشيال ميديا، وليه عملت كده من خلال الفيديو ده. اليوم كان عادي زي كل يوم في المستشفى اللي شغالة فيها الدكتورة عائشة. الحالات بتاعت العيال الصغيرة اللي في الحضانة رايحة وجاية، والدكتورة واقفة بتشوف شغلها لحد ما دخل عليها أصحابها وعرفوها إن والدتها تعبت وجات لها أزمة قلبية ونقلوها على المستشفى. ومفيش 5 دقايق وكانت والدة الدكتورة عائشة خلاص فرقت الحياة. كل زملاء الدكتورة عائشة في المستشفى توقعوا إنها تسيب اللي وراها واللي قدامها وتروح تشوف اللي حصل لأمها، لكن كانت المفاجأة الكبيرة اللي عملتها الدكتورة عائشة اللي شغالة في مستشفى الشمون العام بمحافظة المنوفية، وإنها كملت شغلها عادي جدا وما رضيتش إنها تسيب الشيفت بتاعها، وصممت تكمل الوردية لحد ما ميعادها يخلص، وبعد كده تروح تشوف والدتها وتحضر جنازتها. ما شاء الله عليها، قلبها جامد بصراحة. الكلام ده عمل حالة جدل كبيرة قوي على السوشيال ميديا، وكان الناس مستغربين من رد فعل الدكتورة عائشة وإزاي استقبلت خبر رحيل أمها بالبساطة دي، وكمان كملت شغل عادي جدا. وهاجمها كمان معظم الناس على السوشيال ميديا، فقال شخص من الأشخاص: تصرف لا يستحق الثناء والإشادة أبدا، ولكنه يستحق الاستنكار والاستحقار والقرف اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد، والأم أقرب وأعز الأهل على الإطلاق. فعل يعبر عن جحود وقسوة مفرطة تفضحها ملامح الطبيبة الصارمة، اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والجحود. كمان معظم التعليقات كانت واخدة نفس الاتجاه، وده اللي خلى الدكتورة تطلع ترد على الناس في تصريحات صحفية، وقالت إنها طول الوقت ملتزمة بشغلها بعد تخرجها، وإن خبر رحيل أمها كان شديد عليها لكنه مش هيمنعها أبدا إنها تكمل شغلها، وكمان بسبب مسؤوليتها مع الناس التعبانة، وإنه كان في 50 عيل صغير في القسم الداخلي، منهم 18 واحد بيرضع في الحضانة و6 حالات في العناية، ما كانش ينفع إنها تسيبهم عشان حياتهم في رقبتها. كمان قالت الدكتورة عائشة: بعتبر الحالات دي مسؤولين مني، وكان لازم أفضل جنبهم مهما كانت الظروف. والدتي وصتني دايما أتقي الله في شغلي وأحسن معاملة المرضى، ولو كانت عايشة كانت وافقت على قراري. ووضحت كمان الدكتورة عائشة إنها ما غابتش عن حضور جنازة والدتها، وإنها أنهت شغلها الصبح وراحت على قريتها لحضور مراسم التشييع وحضرت بالفعل. النهاية، يا ترى إيه رأيكم في تصرف الدكتورة عائشة الغريب ده؟